بتبدأ الحلقة بظهور الفريق وهم بينطوا من الطيارة علشان ينقذوا إيرين، بس أول لما بينزلوا ما بيلحقوش ياخدوا نفسهم وبيلاقوا زيك العملاق بيهجم عليهم. بس راينر ما بيديلوش فرصة، وفي ثانية لثانية بيتحول لعملاق وبيديله واحدة دبل كيك وبيشقلطوا في الهواء. وباللي هو عمله ده بيكون ادى فرصة لأصدقائه إنهم يهبطوا على سطح العملاق المهاجم ومعاهم عملاق العرب. وبنلاقي أعضاء الفيلق والشعب وهم بيراقبوهم بكل اهتمام وفخر بيهم وبوجودهم، وبيكونوا واثقين فيهم إنهم يقدروا ينقذوا الأرض. وبنلاقي أرمن بيكلم إيرين وبيقوله استعد علشان هنخرجك من هنا. وبعد ما راينر بيهجم على العملاق زيك وبيقضي عليه، بيكتشف الفيلق إن العملاق زيك ده مش عملاق ولا حاجة، ده طلع هيكل فاضي، وعلشان كده ما كانش بيقاوم الهجوم. في الوقت ده أرمن بيتأكد إن العملاق زيك بيستخدم تقنية إخفاء جسمه زي ما بيعمل العملاق المطاقة، وبيقول أدام زيك متصل بجسم العملاق المهاجم فأكيد هو جواه. جام في الوقت ده بيقول إحنا استحالة هنعرف ندور عليه علشان حجم العملاق المهاجم كبير جدا، وبيقول لأرمن إحنا كده مش قدامنا غير حل واحد وإنت عارفه. أرمن بيبصله وهو مش عاوز يعمل كده، بس ما قداموش حل تاني، وبيوجه كلامه للفيلق وبيقول لهم إنهم هيفجروا المكان بعد دقيقة واحدة. ميكاسا في الوقت ده بتكون خايفة جدا، لأن لو المكان اتفجر ممكن إيرين يموت. بس أرمن في الوقت ده بيتدخل وبيفهمها إن إيرين متوقع إن هم يهجموا، علشان كده أرمن لغي أصلا فكرة إن إيرين ممكن يموت. وكمان تفجير العظام هيساعدهم بشكل كبير جدا إنهم يلاقوا إيرين وزيك. ميكاسا برضه لسه مترددة، بس بتتفهم الموقف وبتروح معاهم، وبيبدأ الفريق إن هو يخلي المكان علشان ما يحصل لهمش أي ضرر من التفجير. وفي الوقت ده أرمن بيبدأ يفتكر كلام القائد الراحل إيروين لما قال له اللي مش هيقدر يتخلى عن أي حاجة استحالة هيعرف يغير أي حاجة. أرمن بيدخل في حالة حزن كبير، وبيبدأ يستوعب كلام القائد بتاعه، وقرر إن هو يعمل كل اللي يقدر عليه. بس فجأة وهو واقف بيفكر بيتفاجئ بهجوم أحد العمالقة عليه وبيبلعه. فريق الاستطلاع كله واقف مصدوم جدا من اللي حصل، وبيجروا كلهم علشان ينقذوا أرمن. بس فجأة بيلاقوا مجموعة كبيرة من العمالقة جاية تهجم عليهم، وبيبدأ قتال كبير بين فريق الاستطلاع ومجموعة العمالقة دول. وبنشوف راينر وهو في عملاق بيحاول يغفله من ظهره ويهجم عليه، بس جان على آخر لحظة بيجي وبيلحقه وبيخلص على العملاق ده، وبيقدروا يجمعوا قوتهم كلهم مع بعض ويخلصوا على كل العمالقة اللي هجموا عليهم. وبنلاقي كوني واقف حزين جدا على أرمن اللي اتاكل وهم واقفين، بس بيجي ليفاي وبيطمنه وبيقوله إن أرمن لو كانت خدش واحد كان اتحول لعملاق، وده معناه إن هو اتبلع بس ما اتاكلش. في الوقت ده البنت صاحبة العملاق العربة بيكون معاها شوية قنابل متفجرة وبتقرر إن هي تضربهم. الكل واقف مصدوم منها، لأن هدفهم إن هم يرجعوا إيرين مش إن هم يفجروه. وبنشوف البنت وهي بتجري وبتعدي من كل العمالقة وبتهربهم بكل سهولة، وبتنجح إن هي توصل لرقبة العملاق المهاجم وتلف حوالين رقبته شريط القنابل، وخلاص لسه هتدوس على زرار التفجير، بس فجأة بيتم قتلها. واللي بيعمل كده بيكون أحد العمالقة، وزر التفجير بيقع من إيديها. راينر واقف بيشوف اللي حصل وهو مصدوم، وفي أثناء ما هو مصدوم بيتفاجأ بأحد العمالقة بيهجم عليه هو كمان. راينر بيحاول يتفادى الهجوم ده، بس للأسف ما بيعرفش. راينر أول ما بيبص على العملاق اللي هجم عليه بيتصدم جدا، لأنه بيلاقيه العملاق غلارد صديقه القديم. وبنلاقي جان بيقول لراينر ثبته وأنا هخلص عليه، بس المفاجأة إن في عملاق بيهجم على جان أصلا. بس ليفاي بيتدخل في الوقت ده وبينجح إن هو ينقذه. وبنروح في الوقت ده لأرمن اللي بيكون داخل معدة العملاق وهو عمال يعاتب في نفسه إن ما خدش باله من الهجوم، وبيكون خلاص حاسس إن هو هيغمى عليه. وبيفهم إن مش إيرين هو اللي محضر للهجوم ده من العملاق، ولكن اللي عمل كده هي المؤسسة يومير، واللي أكيد بمقاومتها لفريق الاستطلاع هدفها إن هي تقضي على البشرية كلها. وبيكون أرمن حاسس بكل المقاومة اللي بيقاومها أصحابه بره، وبيحس إنه خلاص شكلها هي دي النهاية. بس فجأة بيلاقي واحد ظاهر قدامه وعمال يعيط. وبنرجع مرة تانية لقتال فريق الاستطلاع ضد العمالقة، وبنشوف المؤسسة يومير بتجسد العملاق الضخم بيت هولد الخاص بأرمن، والكل واقف مصدوم لأن ده معناه إن أرمن مات. وبنشوف العملاق مسك عملاق راينر وبيبدأ ياكل فيه، بس جان بيتدخل على آخر لحظة وبيقدر إن هو ينقذه منه. وبنشوف العملاق الضخم وهو بيهدف عملاق راينر على بقية الفريق،
وده بيسبب دمار كبير جدا في المكان. وبنشوف كوني في الوقت ده بيغمى عليه وهو متأثر بإصاباته وهو متعلق في عظام العملاق المهاجم. ومش بس كده، ده كمان بنلاقي عملاق بيهجم عليه وبيحاول يبلعه، بس على آخر لحظة ليفاي بيتدخل وبينجح إن هو يقضي على العملاق ده، وبيفضل ينده بأعلى صوته على كوني علشان يفوق، بس كوني لا حياة لمن تنادي وبيغمى عليه وهو متأثر بإصابته. وبنروح لراينر اللي بيقول بكل حزن لجان: انت شايف ان في امل ان احنا ممكن نفوز؟ جان بيقول له: انا مش شايف اي حاجة، بس اللي شايفه ان احنا لازم نكمل طريقنا. وبنرجع لليفاي اللي بيدوس على نفسه وعلى الألم اللي فيه وبيكمل محاربة في بقية الوحوش، بس الوضع ده ما بيستمرش وبيجي وحش وبيعلقه من رجليه. ليفاي بيفضل يصرخ بكل قوته من الألم. وفي الوقت ده كوني بيفوق من الغيبوبة اللي كان فيها وبيتصدم جدا من المنظر اللي هو شايفه، بس ميكاسا بتتدخل في الوقت المناسب وبتقدر ان هي تنقذ ليفاي من العملاق اللي كان ماسكه. ليفاي بيقع على الارض بس كوني بيلحق ان هو ينقذه. ميكاسا بتبص للوضع اللي هم فيه وهي مصدومة لان الوضع اصبح وضع كارثي، فبتقرر ان هي تضحي بنفسها وبتبدأ ان هي تنده بأعلى صوتها على بقية العمالقة علشان يروحوا عليها. وفعلا العمالقة بيبدأوا ان هم يتجهوا ناحيتها، بس بنتفاجئ بطائر ضخم جدا بيظهر من ورا ظهر ميكاسا وبياخد أعضاء الفرقة كلهم على ظهره وبيهرب من المكان. وبنكتشف إن اللي طاير بالطائر ده هي آني، وبتقول لهم إن السفينة اللي كانت شايلاهم ما قدرتش تستحمل قوة الطائر الفالكو وغرقت بيهم. وبتبدأ إن هي تسألهم عن أرمن وبتتصدم جدا لما ميكاسا بتقول لها على اللي حصل، بس آني بتوعدهم إن هي هتنقذه مهما كان التمن. في الوقت ده ليفاي بيقرر إن هو يقسم الفرقة لمجموعتين. أول مجموعة هتكون مهمتها إن هي تنقذ أرمن، والمجموعة التانية هتروح تفجر رقبة هيرن. ميكاسا بتبصله وهي مصدومة جدا، وبقية أعضاء الفرقة برضه بيكونوا مصدومين جدا، بس بيعرفوا إن هما ما قدامهمش أي حل تاني. وفعلا بيرجعوا وبيتفاجئوا بهجوم كبير جدا من مجموعة عمالقة كتير جدا، بس بنشوف فالكو وهو بيقدر يتفادى هجومهم بكل براعة ومهارة، وبيكون هدفه هو الوصول لرقبة هيرن. وبتنزل أول فرقة المكونة من جان وراينر عشان يتجهوا لرقبة هيرن، وراينر بيتحول للعملاق المدرع وبينزل تدمير في العملاق المطاقة، وده عشان يدي فرصة لجان إن هو يوصل لرقبة هيرن. بس المشكلة إن جان هو كمان بيتفاجئ بوجود كمية كبيرة من العمالقة بتهجم عليه، بس في الوقت ده بنتفاجئ بخروج بيك من وسط الدخان وبتتحول لعملاق مرة تانية وبتروح تساعد جان، بس العمالقة بيتكتروا عليها وبيقدروا إن هم يخلصوا عليها، وجان واقف مصدوم جدا وبيحاول إن هو يساعدها بس ما بيلحقش. بس بيك مرة تانية بتنجح إن هي تتحول لعملاق تاني وبتهجم عليهم وبرضه بيدمروها، بس هي ما بتستسلمش وبتتوعد إن هي تخلص على العمالقة كلهم حتى لو اتحولت 100 مرة لعملاق. وبتقول لجان: شوف انت طريقك وسيبهم لي. وبنروح لميكاسا وآني اللي بيكونوا مصدومين جدا من اللي بيحصل، بس فجأة ميكاسا بتشوف عملاق شكله غريب قوي كده وباين عليه إنه مش تبع العمالقة 9. ميكاسا وكوني بيكونوا شبه متأكدين إن هو ده العملاق اللي بلع أرمن. آني أول لما بتسمع الكلام ده على طول بتنط لساحة المعركة علشان تنقذ أرمن، وبتتحول للعملاق الخاص بيها وبتبدأ إن هي تطارد العملاق ده، بس بتلاحظ إن هو بيجي ناحية رقبة العملاق المهاجم. ميكاسا في الوقت ده بتطلب من آني إن هي تحدفها عليه، وفعلا آني بترميها على العملاق، بس ميكاسا بتتفاجئ بوجود عملاقين بيحموه، بس دي ولا بيهمها وبتقدر إن هي تخلص عليهم. بس بتتفاجئ بعملاق مضارع بيهجم عليها، بس آني بتيجي وفي ثانية إلا ثانية بتلحقها وبتخلص عليه، وفجأة بيلاقوا نفسهم محاصرين بشكل كامل من باقي العمالقة. وبنروح لأرمن اللي دخل في غيبوبة تامة، بس بيبدأ يكلم جسمه ويترجاه علشان يتحرك، لأن بموته الكل هيموت بس بدون فايدة. وبيفضل يصرخ بكل قوة وهو بيعيط لجسمه علشان يقوم، بس فجأة بيقول إن هو لو كان ميت ما كانش الأكسجين هيوصل لدماغه ويعرف يفكر، وبيفهم إن ده هو مسار المؤسسة. وفعلا بيلاقي نفسه في المكان اللي إيرن استدعاهم فيه، وبيحاول إنه يخرج من هنا بأي طريقة، بس بيتفاجئ بوجود زيك وهو قاعد يلعب في رمل، فبيروح يقعد قدامه وبيكون باين على زيك إنه مش واخد باله من أي حاجة حواليه. وبيبدأ زيك يتكلم وبيقول إن منذ بداية العالم مفيش أي حاجة قدرت إن هي تنجو لحد دلوقتي غير الحياة، والسبب اللي خلاها تنجو لحد دلوقتي هو التكاثر.
اللي نتج عن الشر المؤبد الذي لا ينتهي، وهدفه هو زيادة الأعداد والانتشار بدون توقف. وعلشان يومير تقدر إن هي تهرب من الحياة والرعب ده، تسببت في إحياء جسد خالد، وقدرت إن هي تهرب من الموت لعالم متحرر. فأرمن بيسأله هو إيه هدف يومير بالظبط، فبيقول له زيك إن هو فضل وقت كبير هنا علشان يفهمها، وعلشان يفهم القوة اللي كانت بتمتلكها، بس معرفش يوصل لحاجة. إيرين بيسأله لو في طريقة إن هو يخرج من هنا ويخرجه معاه للعالم، بس زيك بيرد عليه بكل إحباط وبيقول له دي حاجة مستحيلة. وأثناء ما هم قاعدين وبيتكلموا بيتفاجئوا بظهور جميع مستخدمي العمالقة السابقين. وبنرجع بعدها لجان اللي بيبص على راينر وبيلاقيه تم تدميره بالكامل من قبل العمالقة، وراينر ما بيكونش قادر يتحرك تماما. وبنشوف آني بيتم الهجوم عليها من قبل عملاق مضارع، وبينجح إن هو يديها بوكس ويطيرها تحت قبضة العملاق المهاجم. بس المفاجأة إن العملاق الضخم ما بيهجمش عليها، بالعكس ده بيساعدها. وبنشوف المفاجأة إن العمالقة التسعة بيهجموا على العمالقة التانيين، والكل واقف مصدوم ومش فاهم إيه اللي بيحصل. ميكاسا بتكون مصدومة ومش فاهمة إيه اللي بيحصل، بس بتقرر إن هي ما تسيبش الفرصة دي تضيع من إيديها. وبنشوف غابي وليفاي بيقدروا إن هم يسيبوا العملاق الغريب، وبتيجي ميكاسا وبتجمع كل قوتها وبتنزل عليه وبتقسمه نصين، وبينجحوا إن هم يسترجعوا أرمن. وآني بتنجح إن هي تمسكه وتطمن عليه، بس بنتفاجئ إن زيك تجسد على هيئة عملاق وبينده على ليفاي وبيقول له أنت مش كنت عايز تقابلني؟ يلا تعالى وريني اللي عندك. الكل واقف مستغرب ومش فاهم حاجة، بس أرمن في الوقت ده بيفهمهم إن زيك بقى في صفهم، وأيقظ كل الورثة السابقين اللي في عالم المسار اللي ملهمش لا حياة ولا موت. وفجأة بنلاقي ليفاي بيطير على زيك وهوب بيطير له رقبته، بس بيكون باين عليه علامات الحزن. في الوقت ده جان بيوصل لزرار التفجير وبيدوس عليه وهوب بيحصل تفجير كامل في كل حتة، وبنشوف راس العملاق المهاجم وهي بتقع. بس الصدمة بتظهر دودة عملاقة وبتحاول تسترجع الراس، بس راينر بيتدخل في الوقت ده وبيمنعها بكل قوته. وبيبدأ الفايلق كله إن هو يستعد للهروب عشان الانفجار اللي هيحصل، بس جان بيكون رافض إن هو يسيب راينر لأنه أكيد مش هينجو من الانفجار. بس بيك بتقوله إن راينر مستعد لتحمل كل العواقب، ومستحيل إنه يضيع الفرصة دي من إيده ويسيب الوحش. وفعلا بيهرب، وبنشوف البطل أرمن وهو واقف مع العملاق، وبيبدأ إن هو يشكرهم علشان ساعدوه. وبتيجي اللحظة الحاسمة وأرمن بيستخدم العملاق الضخم وهوب بيعمل انفجار كبير جدا كأنه من عالم تاني، وبتبدأ عظام العملاق المهاجم في الاختفاء. الكل واقف بيتفرج على المنظر وهو مصدوم. وفي الوقت ده أني بتكتشف وجود أبوها في المكان اللي ما شافتوش بقالها فترة كبيرة، وبتروح تجري عليه وبتاخده في حضنها وتقعد تبوسه. وفجأة وهم واقفين بيتفاجئوا بخروج أرمن بالعملاق بتاعه. ومش بس كده، ده كمان راينر قدر إن هو ينجو من الانفجار. الكل بيكون فرحان وسعيد جدا إن هم قدروا ينجوا، بس الصدمة إن الدودة الكبيرة هي كمان نجت من الانفجار. أرمن بيكون غضبان جدا وبيفضل ينده على اسم إيرين وشكله كده لسه ما ماتش. وغابي بتقول لبقية الفايلق إنهم ما يسمحوش للدودة دي إن هي تلمس إيرين، يا إما ده هيرجع الهجوم تاني. كوني بيتدخل في الوقت ده وبيقول لهم إحنا لازم نلاقي طريقة نقتل بيها الشيء ده. ليفاي بيقول لهم إزاي هنقتل حاجة لسه ناجية من انفجار حالا، وبيقول لهم إن الكابوس اللي هم فيه ده ملوش غير حل واحد، إن هم يقضوا على إيرين. الدودة بتبدأ تتحرك وتعمل تصرفات غريبة وبتطلع دخان كثيف جدا. كل اللي واقفين بيحسوا إن في كارثة هتحصل دلوقتي حالا. كوني بيتكلم معاهم كلام فيما معناه إن الإلديين اللي واقفين في المكان كلهم هيتحولوا لعمالقة، وده باستثناء الأكرميين اللي زي ليفاي وميكاسا. في الوقت ده ليفاي بيطلب من بيك وميكاسا إن هم يهربوا معاه على ظهر فالكو، وفعلا بينجحوا إن هم يهربوا هم الأربعة. جان وكوني في الوقت ده بيعرفوا إن هي دي النهاية، وهوب بتحصل الكارثة، كل اللي واقفين بيتحولوا لعمالقة. الوضع بقى كارثي جدا، العمالقة كلهم بيتجهوا ناحية الدودة علشان يحموها، والجميع هيبقى في مواجهة راينر. بيبدأ القتال بين راينر والدودة وبقية العمالقة. في الوقت ده أني وبيك بينزلوا على الأرض علشان يساعدوا راينر، وبيستخدموا كل قوتهم علشان يردعوا الدودة دي. في الوقت ده ميكاسا وليفاي بيهجموا على إيرين اللي بيتم تثبيته من قبل أرمن،
ميكاسا بتنجح إن هي تدخل جواه وبتنجح إن هي تقطع رقبته، وبتقول له أراك لاحقا يا إير. أرمن بيفوق من اللي كان فيه وبيبدأ يستعيد وعيه، وبيتفاجئ بميكاسا طالعة من وسط الغبار ومعاها راس إير وحضناها وهي زعلانة، فبيروح عليها وبيحضن هو كمان إيرن وبيفضل يعيط. وبنعرف إن بعد اللي حصل ده قوة العمالقة ما بقتش زي الأول وما بقتش جزء من العالم، وإن إيرن قابل كل أصدقائه بنفس الطريقة اللي قابل بيها ميكاسا وأرمن، والكل بيفضل يبكي على رحيله. وبكده بتنتهي الحرب بين العمالقة وبين البشر للأبد. وبعد مرور 3 سنين بنلاقي آن اتجوزت أرمن وخلفت منه طفل، وبنعرف إنه بعد انتهاء الحرب دي اتسمت الحرب بين السماء والأرض. وبنشوف فيلق الاستطلاع وهو مبسوط بالسلام اللي عم في العالم، وبيقرروا إن هم يزوروا مكان إيرن. وبنشوف ميكاسا وهي قاعدة في المكان اللي اتدفن فيه إيرن، وبتفضل تعيط وتقول إنها نفسها تقابله تاني، بس بتتفاجئ بوجود طائر بيعدل لها الكوفية اللي هي لابساها، وبتعرف إن دي إشارة من إيرن. وبعدها بيتم زيارة قبر إيرن من كل أنحاء العالم، وبكده بتتقفل آخر صفحة في قصة هجوم العمالقة. لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لنا اللايك الجميل والكومنت اللذيذ وتشترك في القناة. الحلقة دي كتبها وسجلها ومنتجها وحط لها الحركات والتكات الألدغ اللي كان بيحكي لكم القصة. سلام.